مين مننا ما يعرفش لعبة جي تي ايه او اللي كنا بنسميها مع بعض كده لعبة جيتا؟ وكان الحريف فينا اللي كان بيعرف شفرات اللعبة دي. عارفك انت اللي كنت بتعمل شفرة البنات، وهي واحدة من انجح سلاسل الالعاب على مدار 20 سنة، لكن ما كانش الهدف من تصميم اللعبة انها تخرج بالشكل اللي احنا شفناه ده. وعشان نعرف حكاية اللعبة دي بالتفصيل تابعوا معانا الفيديو للنهاية، لكن ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول. اهلا بكم مره تانية. اللعبه بدات في استوديو العاب اسكتلندي وكان اسمه دي ام اي، واللي اتاسس في الثمانينات، وبداوا انهم يعملوا لعبه سموها ريسنج تشيس. وكان الهدف من اللعبه دي ان اللاعب ياخد دور المجرم او ضابط شرطه ويلعب في عالم مفتوح، وكان في بقى سباقات عربيات او مطاردات في الشوارع، وكانت فكره كويسه. واللعبه واجهت مشكلات كتير وكانت هتتسبب في الغاء اللعبه دي، لكن بفضل الغلط اللي حصل ده خلى الشرطه تكون عنيفه وغضبانه، وده اللي خلى اللعبه ممتعه اكتر. من ريسنج تشيس لجراند سيفت اوتو، تم تعديل لعبة ريسنج تشيس على اساس الغلط اللي حصل ده، وتم تغيير اسمها وبقى جراند سيفت اوتو او جي تي اي او زي ما بنسميها جيتا، وتم اصدارها في 21 اكتوبر سنة 1997 على منصتين، وهي البي سي او الكمبيوتر والبلاي ستيشن. وكان اسلوب اللعبة دي مختلف شوية عن اسلوب العاب جي تي اي اللي موجودة دلوقتي. اما لعبة ريسنج تشيس كان اسلوب اللعب فيها بيعتمد على 6 مراحل، ولازم كل لاعب انه يجمع عدد معين من النقط عن طريق اكمال المهمات اللي موجودة في اللعبة. والمهمات كانت بتدور احداثها ما بين سرقة عربيات والهروب من الشرطة. كانت بتضم حوالي 70 مهمة، واللي بتشجع فيها على اعمال العنف او العمل الغير اخلاقي. سامع انت صديقي؟ العمل غير اخلاقي، مع امكانية انك تنتقل بين 3 مدن مع وجود اكتر من 20 عربية جوه اللعبة، ويقدر اللاعب انه يستخدمهم. وعلى الرغم من ان جودة الصور او الرسوميات بتاعة اللعبة كانت اقل من العادية، لكن اجواء اللعبة والحرية اللي عطتها اللعبة للاعبين خلت اللعبة مقبولة، لان اللعبة كانت جميلة في اسلوب لعبها مش بس في جودة الصور او الرسوميات بتاعتها. ومع النجاح الكبير اللي حققته اللعبة تم اصدار محتويين اضافيين، واللي وقعت احداثهم في مدينة لندن في فترة الستينيات، وكانت فيهم مهمات اكتر وعربيات جديدة وتحسين بسيط في جودة الصور والرسوميات بتاعتها. مع النجاح الكبير اللي حققته الجزء الاول من اللعبة جي تي ايه، تم اصدار جزء جديد واللي سموه جي تي ايه 2. والجزء ده كان بيضم رسوميات اكتر جودة شوية، لكن هو نفس اسلوب اللعبة وهو العالم المفتوح. وما كانش اسلوب اللعبة مختلف كتير، لكن كان في بعض الاختلافات. فمثلا لو اللاعب عمل بلاغات كتير، فبدل ما هيجيلك الشرطة العادية هيجيلك قوات خاصة. واتنقلت احداث اللعبة من الماضي للمستقبل في مدينة جديدة اللي بقت اكثر حيوية وعنف، واللي بتحتوي على عنصر جديد وهو عنصر العصابات. تم اضافة 7 عصابات اساسية، ويقدر اللاعب ان يعمل اي مهمة لاي عصابة منهم، لكن بتبقى في مشاكل بيواجهها اللاعب. هو لما يجي اللاعب يعمل اي مهمة لاي عصابة يختارها، فباقي العصابات بتهجم عليه. وتم إضافة أسلحة جديدة في اللعبة وهي القنابل، لكن رغم التحسين الكبير في اللعبة، لكن مبيعات اللعبة ديت كانت ضعيفة وأقل من الأجزاء اللي فاتوا، ومش زي ما توقعت الشركة. وده بسبب رسوماتها اللي كانت 2D واللي بقت قديمة، وسوق الألعاب اللي بدأ يحسن من الألعاب بتاعته وبدأ يستخدم رسومات ثلاثية الأبعاد أو 3D في الوقت ده. وبعد كده أصدرت الشركة نسخة جديدة من اللعبة وهي جي تي اي 3. بعد أزمة المبيعات اللي حصلت في النسخة اللي فاتت، بدأت الشركة إنها تفكر في حل تاني، وبالتأكيد الحل ده في إصدار نسخة جديدة بتستجيب لرغبة السوق ورغبة الجمهور، وهي إنها تعمل لعبة برسوميات 3D أو ثلاثية الأبعاد. وبالفعل صنعت الشركة اللعبة وتم إصدارها في 22 أكتوبر عام 2001، وكانت بتشبه الأجزاء اللي فاتت لكن بمنظور ال 3D. وكان تصميم المدن جوه اللعبة أفضل من النسخ اللي فاتت، لكن اللعبة ما كانتش كاملة عشان التصويب بالأسلحة جوه اللعبة كان صعب شوية. حتى الشخصية الأساسية في اللعبة واللي كان اسمها كلاون كان بيرعب المدينة كلها، كان بيخاف من حاجة واحدة بقى وهي المية، يعني ما كانش بيقدر يعوم. تم إضافة طرق جديدة عشان تكسب فلوسك بالحلال، وهي إنك تنقذ الناس بعربيات الإسعاف او انك تطفي النار بعربيات المطافي. وباعت الشركه من نسخه جي تي اي 3 ديت لاكتر من 7 مليون نسخه. ولحد دلوقتي على الرغم من مرور اكتر من 17 عام على اصدار اللعبه، لكنها من افضل الالعاب اللي بنفتكرها على طول. بعد كده بنيجي لنسخه جديده من اللعبه واللي اصدرتها الشركه واللي سميتها جيتا سان اندريس. بعد الدخول في عالم المافيا وحروب الثمانينات، بقت الشركة محتاجة لفكرة جديدة وهي سان أندريس، اللي تم إصدارها في 26 أكتوبر عام 2004. وكانت بتحتوي اللعبة على مدينة خيالية واللي سموها سان أندريس، وتكرر فيها نفس العناصر الأساسية في كل الأجزاء، وطبعا مع أسلوب اللعب الموحد في جميع نسخ جيتا وهو العالم المفتوح.
لكن طبعا عدلوا في جودة الرسوميات بتاعة اللعبة، وبقى في مهمات جديدة، وبقى كمان التصوير بالأسلحة أسهل شوية من النسخ اللي فاتوا. وفي الجزء ده بقت اللعبة أكتر واقعية، وكان بطل اللعبة يقدر إنه يلعب رياضة أو لو كل كتير يزيد وزنه، يعني من الآخر كانوا بيحاولوا إنهم يحاكوا الحياة الواقعية. وكمان اللاعب كان يقدر إنه يدخل محلات الحلاقة عشان يحلق، واللاعب اقل حاجه كان بيحتاج 50 ساعه عشان يقدر انه يخلص المهمات اللي موجوده في اللعبه. وبعد كده تم اصدار نسخ كتير من اللعبه، واللي بقت كمان متاحه على التليفونات، طبعا مع تعديلات بسيطه لكن المحافظه على ميزه اللعبه وهو العالم المفتوح. ودي كانت حكايه لعبه جي تي ايه من بدايتها، واللي مستمره لغايه دلوقتي في اصدار الاجزاء الجديده منها. قولوا لنا في التعليقات ايه اكتر نسخه حبيتوها من اللعبه دي. وبكده يا خلص الفيديو بتاعنا، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة. سلام.